أهلا بيك عزيزي المسافر في قناة دردشة سفر. عندنا النهاردة أخبار جديدة ومهمة جدا لأي حد بيفكر يسافر للسعودية قريب. في قرارات جديدة تم الإعلان عنها، والقرارات دي هتأثر على كتير من الناس، وبالأخص الفترة اللي من دلوقتي ولغاية انتهاء موسم الحج اللي جاي. القرار الأول يخص التأشيرات، والقرار التاني يخص الفنادق في السعودية. والموضوع ده تحديدا هيفرق مع أي حد مسافر هناك قريب، فلو كنت ناوي تسافر قريب هناك الفيديو ده مهم جدا ليك عشان تفهم كل التفاصيل وما تتفاجئش لما تلاقي الوضع اتغير. تابع الفيديو معايا للآخر عشان تعرف بالظبط ايه اللي بيحصل، وما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو. خليني أبدأ معاكم بأول قرار، وهو خاص بالتأشيرات. السعودية أعلنت رسميا عن إيقاف إصدار التأشيرات قصيرة الأجل لعدد 14 دولة. والمقصود بتأشيرات قصيرة الأجل اللي هي تأشيرة العمرة أو السياحة أو الزيارة أو الترانزيت، يعني أي تأشيرة مدتها قصيرة. والقرار ده دخل بالفعل حيز التنفيذ من أول 13 إبريل اللي فات. القرار ده معناه إن لو كنت من ضمن ال 14 دولة اللي السعودية أعلنت عنهم، فمش هتقدر تحصل على أي تأشيرة سياحة أو زيارة أو عمرة أو ترانزيت أو أي تأشيرة مدتها قصيرة، لأن السعودية قررت وقف إصدار التأشيرات دي بشكل مؤقت لغاية انتهاء موسم الحج. وحتى لو معاك تأشيرة ولسه سارية، فللأسف هيقابلك برضه نفس المشكلة، ومش هتقدر تسافر للسعودية خلال الفترة دي لغاية انتهاء موسم الحج. ال 14 دولة اللي من ضمن القرار هم مصر، المغرب، الجزائر، السودان، اثيوبيا، الهند، تونس، نيجيريا، العراق، بنجلاديش، باكستان، اليمن، الأردن، إندونيسيا. في ناس كتير بتسأل هي ليه السعودية أخدت القرار ده؟ لو فاكرين السنة اللي فاتت في موسم الحج حصل مشاكل كبيرة جدا في التنظيم بسبب دخول عدد كبير من الناس بتأشيرات سياحة وزيارة عشان يعملوا بيها الحج، رغم إن التأشيرات دي مش مخصصة للحج. وده عمل زحمة كبيرة جدا ومشاكل في التنظيم. والسعودية السنة دي قررت تاخد إجراءات صارمة علشان تتجنب تكرار اللي حصل السنة اللي فاتت، ويكون العملية منظمة بشكل أفضل. لكن مش بس موضوع التأشيرات هو اللي اتغير، ده كمان في قرار جديد يخص الفنادق في السعودية، واللي فرضت قرار صارم جدا بخصوص الفنادق وأماكن الإقامة خلال موسم الحج. والقرار ده بيقول إن مفيش أي فندق أو مرفق ضيافة سياحي هيقبل يسكن أي نزيل إلا لو كان معاه تصريح حج رسمي. والقرار هيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 ذو القعدة 1446 هجريا، واللي هيوافق آخر شهر إبريل. يعني أي حد عايز يسكن في أي فندق لازم يكون معاه تصريح حج رسمي. يعني ببساطة مفيش أي شخص هيقدر يحجز إقامة في الفنادق خلال موسم الحج إلا لو كان معاه تصريح حج رسمي. طيب ليه القرار ده؟ ده قرار مكمل للي احنا اتكلمنا عليه في الأول، وهو منع دخول السعودية خلال الفترة اللي قبل موسم الحج ولغاية انتهاء موسم التأشيرات قصيرة الأجل، زي ما قلنا اللي هي تأشيرة عمرة أو سياحة أو زيارة أو ترانزيت أو أي تأشيرة مدتها قصيرة. لأن في السنين اللي فاتت كان في ناس بيدخلوا السعودية ويسكنوا في الفنادق من غير تصريح حج، وده كان بيسبب ضغط كبير على الخدمات وبيأثر على عملية التنظيم. السعودية عايزة تتأكد إن الحج يكون منظم بالكامل وما يحصلش فيه زي اللي حصل السنة اللي فاتت. ولو أي فندق أو أي مكان سياحي خالف القرار ده واستقبل نزلاء بدون تصريح حج، هيتم فرض عقوبات صارمة جدا على المخالفين حسب القوانين الجديدة اللي تم الإعلان عنها. يبقى خلاصة اللي احنا اتكلمنا عليه النهاردة، السعودية وقفت إصدار التأشيرات السياحة والزيارة والعمرة والترانزيت لعدد 14 دولة خلال موسم الحج. أي شخص عايز يسكن في فندق لازم يكون معاه تصريح حج رسمي، وإلا مش هيتم تسكينه. وطبعا القرارات دي هدفها تحسين التنظيم ومنع الفوضى اللي حصلت السنة اللي فاتت. لو عندك أي استفسار اكتب لي في الكومنتات وأنا هرد عليك. ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. سلام عليكم.